السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده فيديو بقى أول تفريزات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. أنا معايا هنا طماطم يعني، ومعايا بقى مربى فراولة، معايا كمان برتقان، ده بقى برتقان بلدي هنخزنه عشان نعمله عصير طبعا لرمضان. طبعا معايا هنا المطبخ زحمة جدا، فمعايا حلة الطماطم دي. بصوا يعني أنا ما جبتش بقى الطريقة، هنعمل فيديو متخصص لتفريز الطماطم. أنا بعملها زي الصلصة بالظبط، فعشان اوسع لنفسي يعني المطبخ وكده، فاول هكيس الطماطم دي واحطها في الفريزر عشان اوسع لنفسي مكان كده. معايا هنا 10 كيلو من البسلة، ومعايا كمان حوالي 8 كيلو او 7 كيلو تقريبا من السبانخ، ومعايا كمان 10 برتقان بلدي، معايا 5 جزر. تمام، ده السلق والكزبرة بتاعة القلقاس، ومعايا 5 كيلو قلقاس، ومعايا كده قرع عسلي كده برضو هنخزنه عشان نعمل منه وصفات في رمضان ان شاء الله. تمام، فهنعمل كل الحاجات دي النهاردة في الفيديو ده. وطبعا معانا تفريزات كتير قوي قوي يعني، طبعا تخص رمضان، فكل يوم هنعمل حاجة كده عشان توفر علينا وقت ومجهود. يعني نبقى صاحيين كده في رمضان عارفين هنعمل ايه، والحاجة بتاعتنا تبقى سهلة. تمام، انا قبل كده عملت معاكم فيديو تفريز السبانخ والتخزين بتاعها، فالفيديو ده يعني مش هطول عليكم. بصوا بقى، دي حلة الطماطم، كنت جايبة قفص طماطم حطيته على النار كده، طبعا بعد ما غسلتها كده طماطمايه طماطمايه، وحطيت معاها كده بنجرتين وبس، ما حطيتش توابل ولا اي حاجه تاني، ولا بنجر ولا بصل ولا توم ولا توابل. تمام، ادتني اللون الحلو ده. كمان انا يعني كيستها بالشكل ده، كل كيس على قد كيلو من الخضار. تمام. هوسع لنفسي بقى كده الطماطم دي احطها في الفريزر، انا كيستها بالشكل ده. هعمل لكم فيديو ان شاء الله منفصل طريقة الصلصة. تمام. اول حاجة هنبتدي بيها، انا كنت هنا بقى بصوا ساحرة. هنا السبانخ كانت لسه معايا سليمة، انا هنا برضو عشان اوفر عليكم وقت الفيديو، انا غسلت السبانخ وقطعتها وصفيتها كويس جدا وسبتها تتصفى كويس، وبعد كده بقى ايه، حطيتها في الحلة كده، الحلة دي اللي كان فيها الطماطم دلوقتي. طبعا هي كبيرة وبتاخد كمية سبانخ كويس. طبعا كمية السبانخ ما جاتش في الحلة كلها، فكان فاضل معايا الثلاث مصافي دول، فعملتها برضو يعني كلها على البخار وكده. وده السلق برضو ما خزنتوش زي المرة اللي فاتت، اديت له كده تشويحة بمعلقتين زبدة على النار عشان برضو ان شاء الله يبقى جاهز معايا في رمضان. اطلع كده منه مكعب السلق وارمي في الشوربة على طول، ما اقعدش بقى احمر والكلام ده، يبقى القلقاس يطلع من الفريزر على الشوربة، وكمان السلق يطلع من الفريزر على الشوربة يعني، برضو توفيرا للوقت والمجهود. انتي هتتعبي بس اليوم ده في التفريزات، لكن ان شاء الله يعني عشان ترتاحي بقى في رمضان، يبقى عندك صيامك، عندك فروضك. يعني لو حابة تعملي بقى حلو كده في النهار يعني وانتي صايمة. هنا كنت عملت البسلة والجزر كمان قطعته وكيسته بالشكل ده، وكمان كنت عملت السبانخ واستنيتها لما تبرد وكيستها برضو بالشكل ده. دي كانت الكمية بتاعتي. تمام، هندخلها بقى الفريزر عشان نشوف اللي بعده، عشان طبعا انا حاطه الحاجات دي كلها على الترابيزه عشان المطبخ عندي يعني انتوا عارفين، انا قلت لكم قبل كده ان هو ضيق شويه، فما بياخدش الرخام، ما بياخدش كميه الخضار اللي انا بعملها، فبدخل الفريزر وبرجع اجهز جزء تاني. تمام، برضه عشان اوسع لنفسي المكان. هنا بقى كنت بعد ما عملت الخضار، عملت بقى ايه، القلقاس. تمام، وهنا كنت قطعت القرعة اللي هي القرع العسلي، وقطعتها مكعبات بالشكل ده واحطها برضو على النار. انا بحب اسيب فيها الخيوط دي، بحب انضف منها البذر او اللب واسيب فيها الخيوط دي. الخيوط دي يا جماعة بتدي قوام حلو قوي للقرع العسلي، اذا كنت هتعمليه صواني او صوص، او معلش يعني مشروب. سبتها بقى على النار كده بنص كيلو سكر. القرعية دي يا جماعة كانت حوالي تيجي 4 كيلو او 5 كيلو حاجة زي كده.
سبتها على النار تستوي كده بنص كيلو سكر طبعا، عشان يعني ايه تبقى مسكرة شوية. ودي ده يعني ده كان فراولة عندي في الفريزر، فقلت برضو عشان اوفر مكان كان معايا حوالي كيلو ونص من الفراولة او 2 كيلو. طبعا دي ما نقعتهاش في السكر زي بقية المربات اللي انا بعملها، لا دي طبعا بتطلع من الفريزر عقبال ما تفك بتبقى يعني كلها مية. حطيتها على النار بكيلو سكر، لان دول 2 كيلو فراولة، حطيت عليهم كيلو من السكر ومعلقتين من ماء الورد وذرة ملح ليمون، بس كده. وسبتها ايه تتقل على النار تاخد قوام كده، قوام المربى. وبعد كده اديت لها ايه اهو، ده ملح الليمون اهو، لما حسيت ان هي ابتدت المية تقل منها. وده القرع العسلي كنت طفيت عليه وسيبته يبرد عشان هديله برضو ضربة بالهاند بلندر واعبيه في اكياس. والفراولة كنت طلعتها من الفريزر انا مش محتاجاها، بس عشان اوفر مكان يعني. تمام، فقلت بقى ايه اعملها مربى واحطها في الفريزر كده، قصدي في البطرمانات للولاد تاكلها عشان اوسع مكان يعني. هنا انا كنت ضربت القرع العسلي وسبته لما يبرد بقى عشان برضه اعبيه في اكياس، هنعمل منه وصفات حلوة قوي. وده البرتقان انا باخد القشرة بتاعته وبعدين بقشر البرتقان بالشكل ده، وبعدين بضرب البرتقان لوحده في الخلاط وبصفيه كويس جدا. وبعد ما بصفيه بضيف القشر ده عليه. تمام، فاهمين قصدي؟ بعد ما باخد قشرة البرتقان يعني باخد شوية قشر يعني كده بشر، مش باخد كمية البرتقان كلها يعني. وبعد ما باخد بشر البرتقان ده، طبعا القرع العسلي انا كيسته اهو، ودي الفراولة عبيتها في البطرمانات. تمام. بالنسبة للبرتقان عشان بس الخطوة دي ما تنسوهاش، ده برضو عصير برتقان للعصير ان شاء الله في رمضان للفطار. فانا بعد ما اخدت بشر البرتقان ده قوام الفراولة، شايفين حلو قوي ازاي من غير ليمون ولا اي حاجة، هي سنة ملح ليمون. بصوا بقى هنا انا كنت عصرت البرتقان، بعد ما عصرته وصفيته وحطيت عليه القشر. تمام، هديله ضربة بقى في الخلاط بالقشر بتاعه ده كده، وبعدين هسيبه في التلاجة لتاني يوم بالقشر بتاعه. تمام، بعد كده هبتدي اصفيه تاني بعد تاني يوم بقى ما في التلاجة، يقعد تاني يوم اللي في التلاجة هصفيه من القشر بقى. خلاص كده كده بقى معايا عصير برتقال مركز. بعد ما اطلعه من التلاجة تاني يوم هصفيه في مصافي ضيقة جدا عشان تخرج منه القشر بتاعه ده اللي احنا كنا مبيتينه فيه اهو. بصوا انا هنا بقى ده كان تاني يوم بعد ما ضربته في الخلاط، ده كان تاني يوم ابتديت اطلعه واصفيه. وبعد كده هعبيه في اكياس. طبعا بصوا هنا كان لسه ما تصفاش، بصوا هنا ما كانش لسه اتصفى، انا بحاول اصفيه اهو في المصفى دي، مصفى وتحتيها طبق بلاستيك كبير. تمام بقى اهو هنا كانت صفى خلاص. بعبيه بقى في اكياس بالشكل ده عشان يبقى معايا عصير مركز يعني يا جماعه، زي ما بنجيبه من بره في الازايز اللي او في العلب، بيبقى طعمه فعلا عصير مركز ده عشان احنا عملنا خطوه القشر دي. تمام. في رمضان بقى ان شاء الله عايز تشربيه كده وتسكريه مفيش مشكله، بس انا بحط عليه عصير جزر فريش. انا بقى بخلي عصير الجزر يبقى فريش في رمضان، هي دي الخطوه اللي انا بخليها. يعني انا عصير جزر مش بحب افرزه. تمام، هعبيه بقى في الاكياس بالشكل ده. وبعد كده في رمضان بقى ان شاء الله اهو، بصوا كده الكميه بتاعتي بحط بقى كل كيس كده بحط عليه كيلو من عصير الجزر، بيديني لون مختلف تماما، بيديني لون اورنج، لون الجزر بالظبط. تمام كده. بعد ما خلصت كده كل التفريزات بتاعتي ان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية جاية كتير. طبعا بقى ايه اللحوم بقى والسمبوسة والحاجات اللي زي كده هنفرزها مع بعض. فحبيت ان انا ايه افرز الخضار الاول معاكم، بعد كده اللحوم، وبعد كده حاجات تانية كتير. إيه، يا رب يكون الفيديو النهاردة يكون عجبكم وما يكونش طويل عليكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.